هشارك معاكم تجربة جديدة، وهي تجربة اني ابيع هدومي مش محتاجاها بس حاسة ان انا محتاجة اديها لحد تاني يقدرها او يديها فرصة تانية ان هو يلبسها ويعملها ستايلينج بطرق. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا وازاي نعرف الستايل بتاعنا وازاي نلبس لو احنا بتيت، وعن هدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. عارفين ان انا من ساعه ما بدات القناه دي على اليوتيوب او التشانل دي على اليوتيوب وانا مركزه جدا ان ابني دولاب صح، واكون مركزه في اللي انا بضيفه فيه واللي انا بشيل منه واحاول اطور منه كده واجدد فيه كل فتره، يكون كله حاجات بحبها وحاجات بلبسها وكلها تكون ماشيه مع بعضيها عشان اقدر انسق اوتفيتس كتير. كان بحس ان انا عندي مشكله او اني مش لاقي حاجه البسها. النهارده هشارك فيه معاكم ايه اللي ضفته في الدولاب وايه اللي شلته من دولابي الشتا دوت مش محتاجاه بس حاسه ان انا محتاجه اديها لحد تاني يقدرها او يديها فرصه تانية ان هو يلبسها ويعملها ستايلينج بطرق جديده، وبرده يستفيد بيها بعد ما طلعنا القطع اللي احنا مش محتاجينها ووزعنا لاخواتنا ووزعنا لاصحابنا. كمان السبب التاني المهم ان احنا وارد جدا نكون محتاجين فلوس علشان نجدد اللي احنا محتاجينه، ونقدر ان احنا نبيع هدومنا بكل سهوله ويبقى اسمنا بردك حافظنا على البيئه واستغلينا حاجه احنا مش عايزينها وجبنا فلوس نجيب بيها حاجاتنا الجديده. التجربه دي حاساها حلوه ولطيفه. انا بردك ما اشتريتش حاجات سكند هاند قبل كده فعايزه اجرب الموضوع، بس انا هعرض الاول اللي عندي وبعد كده لو لقيت حاجه حبيتها فممكن ابقى اشتري. اول اكلمكم عن التطبيق اللي هعرض فيه. التطبيق دوت اسمه درزه. انا شفت نوران وشفت بسنت كانوا بيتكلموا عنه وعن هما بيبيعوا حاجاتهم عليه وان في ناس كمان ياما عرض حاجاتها عليه. دخلت شفت فيه حاجات كويسه جدا ورينج الاسعار عموما كويس، من 100 جنيه لغايه 500 جنيه في الجواكت تقريبا، بس في حاجات كويسه. التطبيق ده تقدروا انتوا تصوروا حاجاتكم وتعرضوها، تعملوا كده حساب عليه وتبيعوا انتوا حاجاتكم. التطبيق بياخد 30% من فلوسها ويبعت لكم الباقي، لا اما تبعتوا القطع بتاعتكم وهم بيصوروها وبيعرضوها وبياخدوا من حقها 50%. اوفر برضه عاملينه اليومين دولت ان انتوا تبعتوا 25 قطعه تقريبا 300 جنيه هيبعتوهم لكم على طول وهيجوا ياخدوا منكم الحاجه بتاعتكم. اخر حاجه بقى ان في 2 اوبشن في التطبيق ده، اول حاجه ما اتباعتش بقى في اختيارين ان هم يرجعوا لكم الحاجه او ان هم يودوها الجمعيات الخيريه. في بردك تاني اختيار عموما ان هم لو الحاجه بردك لسه ما اتباعتش يعملوا لكم عليها سيل وكده. وطبعا لو لقيت تطبيقات مشابهه هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. شايفه ان الموضوع ده حلو بالنسبه لنا هنا في اسكندريه، ان احنا ما عندناش اماكن نعرض فيها او اماكن اللي هي بتعمل اوبن داي كده وناخد كل واحد ترابيزه واللي عايز يبيع حاجته ويبيعها وكده زي ما بيحصل في القاهره. في لينكات لبيدجات هسيبها لكم في الديسكريبشن بتعمل الموضوع دوت على طول. فالموضوع ده حلو واونلاين وكده واتمنى ان هو ينتشر، يعني لان وقتها الموضوع يبقى موفر بالنسبه لنا جدا. وطبعا ممكن تعملوا انتوا الموضوع ده، وممكن برضك تبداوا ان انتوا تجربوا مع صحابكم حابين قطع معينه عند اصحابكم وهم مثلا ما بقوش محتاجينها، فتقدروا ان انتوا تبدلوا كده وتعملوا تبادل كده، ده يروح هنا وده يروح هنا. انا بعمل كده ساعات انا واخواتي مع ان الدولاب كله حاجه واحده يعني كلنا بنلبس من بعض، بس برضو ساعات بنبدل كده، ساعات نعمل الموضوع دوت. فبرضك الموضوع ده تقدروا تعملوه مع اصحابكم القريبين لو حابين تجربوا الموضوع لاول مره وكده. الحاجه هي الكود دوت جميل جدا وكنت بحبه جدا اول ما جبته، وبعدين لما دخلت في موضوع الستايلينج وعرفت ان جسمي بتيت وكده فاكتشفت ان هو مش مناسب للشيب بتاعي. هوريكم الصوره دلوقتي زي دي كده. الصوره هنا لابسه اوتفيت عادي والصوره التانية انا لابساه فوقيها عشان كان الدنيا ساقعه فكنت مضطره اخد جاكيت. المهم ان هو علشان فيه زونت وفيه اللي هو الفتحه هنا كبيره كده، هنا من فوق بيعمل معايا اسر اللي هو بيحط لي تقل فوق كتافي وانا اصلا كتافي صغيره وضيقه، فاللي هو مش عايزني انا كشيب، عايز ككوت او جاكيت. فهو حلو جدا وعملي، وانا اصلا كان عاجبني فيه فكره ان هو كاجوال وفيه زونت وان هو ممكن يتفتح شبه البلطو او يتقفل خالص ويبقى على الياقه كده زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. وكمان انا كمان بالنسبه لي في الطول انا بحب دلوقتي لا اما اجيب الحاجه كروب خالص يعني الجاكيت يكون كروب، لا اما اجيب حاجه طويله رجلي تحت لان ده بيخلي طولي احسن وابان اطول لان رجلي قصيره جدا. الاثنين كارديجانز دي، الكارديجانز دي كنت برضك جايباها وما لبستهاش، يعتبر كنت جايباها الشتاء اللي فات تقريبا مش فاكره، بس انا جايباها من قريب وما لبستهاش. وبعد ما اشتريتها لبستها مرتين وبعد كده بدات اجيب الكارديجانات اللي هي السبعه اللي هي زي ده كده، فحبيت دولت اكتر وحسيتهم على ستايلي اكتر. بجيب منهم الاوفر سايز والبسهم كطوال، وجبت القصيرين حاليا اللي هم الطول العادي يعني بلبسهم اليومين دول، فحاسه ان دولت مش ستايلي خالص. وفي نفس الوقت الالوان بتاعتهم مش بحبها صراحه، يعني البينك ده مش بحسه عليا قوي، والرصاصي انا ما بحبش الرصاصي عموما. فبرضو شلتهم من دولابي وجبت بدلهم الكارديجانات التانية وهعرضهم بردك للبيع. الجامب سوت دي كنت جايباها بردك واتلبست لبستين تقريبا او 3 وبعد كده ما لبستهاش تاني لان بعد ما جبتها حسيت ان هي
ملهاش ستايلنج قوي عندي، رغم ان هي حلوه جدا على الشيب بتاعي، لان هي فيها ويست كده وبتعمل، لان هي فيها حزام كده وفيها استك من عند الويست فبيعمل ديفاين للويست. بس حاسه اللي هي بعد ما جبتها برضك مش الستايل بتاعي، يعني كنت افضل تكون سروتة عاديه زي الشكل ده، عشان انا مش فاكره اسمه حاليا بالظبط. بس الشكل الكلاسيك يعني، لان نقدر نستايلها باكتر من طريقه، تحتيها بلوفر، فوقيها جاكيت، في الصيف فوقيها قميص وتيشيرت، عليها مثلا حاجه قط برضو مش هتقول لا. كل الكلام ده ليها ستايلنج كتير مختلف، غير دي انا كنت بستايلها ان انا بلبسها لوحديها او بلبس تحتيها هيكول وافتحها شويه، او ساعات بلبس فوقيها سويتر فيست. بس برضك مش حاساها ستايلي قوي وراكنها بقالي ياما، فقلت اني ابيعها واكمل على فلوسها واجيب سلوتة تانية. كارديجان دوت هو تحسه كده كارديجان اخد القصه بتاعه التويد وقصه التايرات، فبحس اللي هو كلاسيك قوي بالنسبه لي، وبرده مش بحسه ماشي مع الستايل بتاعي قوي، لان انا بحب الحاجه تكون كلاسيك بس كاجوال، او تكون جيرلي بس كاجوال. بحبش احس ان انا متهندمه اوفر. الموضوع ده بالنسبه لي مش مريح. واخر بلوفرين، البلوفر دوت ده انا ما بحبش اللون بتاعه، بحب السايز بتاعه اوفر سايز عليا، وبحب السايز بتاعه حلو، ولكن اللون بتاعه بالنسبه لي مش احلى حاجه ومش بحبه، وكمان مفيش حاجه عندي تمشي عليه، بحسه شاس كده لوحده في الدولاب. والبلوفر ده بعد ما جبته بردك الشتا اللي فات، ده كمان جايباه اخر الشتا، ما حسيتهوش برضه، اللي هو حسيت مش عارفه ان انا كنت جايباه ان انا البسه على قميص وكده، بس اللي هو بحسه مش احلى حاجه عليا، مش عارفه اوصفها ازاي، بس بحس ان هو بيتخن، يعني انا بلبس اوفر سايز من فوق عادي، بس بحس ان هو مش احلى حاجه على الشيب بتاعي، فبرضه قررت ان انا اشيله من الدولاب وابيعه واجيب غيره. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو عايزين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها. العيله دي بنهتم بيها بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك اون بادجت، فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم علشان القناه تكبر بسرعه، وعندي حماس ان انا اعمل لكم محتوى اكتر. دلوقتي بقى هوريكم الشوبنج ليست بتاعتي او الويش ليست بتاعتي، زي ما دايما كنت بقول لكم في الفيديوهات ان الحاجه اللي انتوا عايزينها حطوها في قائمه انتظار كده شهر شهرين ثلاثة، لو لقيتوا لسه محتاجينها ولسه دولابكم ناقصها اشتروها، لو لا يبقى خلاص فلسعوها. فانا برضو كشخص بعمل كده، انا برضو كنت عامله الليسته دي كنت عاملاها من اخر الصيف، يعني تقريبا واحنا قرب كده بنحضر للشتاء كنت عاملاها، هوريها لكم. انا جبت برضك حاجات منها على فكره، وفي حاجات لسه برضو ما جبتهاش، ولكن برضو الفتره دي وانا قاعده كده وانا بحضر الفيديو ده ضفت حاجات جديده هرتبها لكم من المهم فالاهم، لان انا لقيت ان لقيت ان القايمه مش بتخلص بجد. اول حاجه نبدا بيها الجواكت. انا محتاجه ضروري جاكيت يكون بيج، او جاكيت يكون هو هيكون بيج، يعني ان انا عايزه حاجه اللي هو تمشي مع كل درجات البيجات والاوف وايت اللي عندي ديت، كل الشاي بلبن ده عايزه له جاكيت واحد يمشي عليه، ويكون الستايل بتاعه، انا بحب الستايل ده قوي، هوريكم الصوره بتاعته، حاسه اللي هو يمشي مع الكاجوال وفي شيء من الجيرلي كده، فحاسه ان هو هيشغل عندي حاجات ياما ممكن وانا عامله لها ستايلنج في الشتاء ابقى محتاره البس فوقيها ايه. فحاسه ان ده حلو، وغالبا انا هفصل حاجه زي كده، لان انا ممكن ملاقيهوش، غالبا ممكن ملاقيهوش في المستعمل. غالبا ممكن ملاقيهوش في المستعمل الا صدفه بحته، يعني لو لقيته بره حاسه ان هو هيبقى غالي، ومش عارفه انا ما شفتش لحد الان حاجه نفس الستايل ده كده، اللي هو اوفر سايز كده ونازله كده، وفي نفس الوقت برضو في حاجات عايزه اظبطها عليا انا كشخص. انا بحب الخياطه اللي دي ميزتها ان احنا بنعمل الحاجه على شكل الشيب بتاعنا بالظبط لو عايزين نعدل فيها، فانا مش عجباني حوار ان الياقه كبيره قوي كده، حاسه ان هي هتاكل بردك من كتفي من فوق والجزء ده عندي صغير، فحاسه ان انا عايز اظبط فيه حاجات شويه. وتاني اكتر جاكيت عملي ناقص دولابي هو البفر جاكيت. البفر جاكيت طبعا عملي جدا، وخلينا صراحة احنا مهما تشيكنا ومهما لبسنا قطع شيك ستيل برضه عايزين حاجة تحمينا من الشتاء لو احنا مثلا بره والدنيا شتيت علينا، فانا محتاجة برضك جاكيت يكون بفر كده، وغالبا هجيبه باللون الاسود. ايه تالت حاجة بقى محتاجاها ضروري ومن الصيف اللي فات كنت المفروض اجيبها بس ما جبتهاش، يعني على الدبانة دي مزولاني مش عارفة تروح منها فين بجد بجد. حاسه ان هي كده حاجه، بص على الفيديو في المونتاج الاقي حاجات بيضه رايحه وبيضه جايه وكده هنهار في الاخر. المهم تالت حاجه محتاجاها كنت في الصيف وما اشتريتهاش الصيف اللي فات والمفروض اشتريها الشتا دوت، هي الدينام جاكيت، بالذات ان انا عجباني جدا فكره الدينام اون دينام ديت، فعايزه اجربها. انا الجاكيت اللي عندي كتكوت قوي صغنطوط قوي وعندي من زمان، فانا بطلت البس الحاجات اللي على مقاسي بالظبط، فمحتاجه حاجه زي الصوره دي كده تكون اللي هو اوفر سايز كده وشكلها فانتج.
بس لحد الان ما وقعتش حاجه قدامي كده، فلسه عايزه ادور. لا اما هدور برضك ان انا اشتري جديد، بس ايه كده يعني هستثمر في حاجه تكون حلوه، علشان الجاكيت الجينز بيعيش كتير قوي يعني، ومش محتاج ابدله على طول. يعني سنيكر او كوتشي ابيض. بحس هدومي عموما الكوتشي الابيض بحس ان هو بيمشي معايا مع كل حاجه. بس لما بنجيب كوتشيات اللي هي الصيني وكده، لان انا ما شفتش حاجه اللي هي فيتنامي، فمش بلاقي ديزاين يكون شانكي كده ويليق مع الهدوم اللي عندي، بلاقيها كلها حاجات راننج. فبضطر ان انا اجيب الصيني، والصيني غالبا بياخد معايا سنه، وبعد كده ببدأ احس ان هو اتهلك، او ببدأ احس ان هو لا مش عايزه البسه، عايزه اجيب حاجه غيره. فعايزه برضك استثمر في واحد يكون هاي كوبي مثلا او حاجه كده. كوتشي البالانسياجا اللي هنزل لكم صورته ده، او زي الكوتشي دوت كده، ده تقريبا نيو بالانس. بس محتاجه برضك شنطه بيج، علشان انا عندي شنطه سودا وعندي شنطه زرقاء، بس يعني يعتبر هم دول اللي يمشوا على هدوم الشتوي بتاعتي، وانا طبعا الدولاب بتاعي زي ما قلت لكم بقى شاي بلبن، فمحتاجه شنطه بيج تمشي مع الهدوم بتاعتي، وشنطه بيضه برضو. بس دلوقتي انا محتاجه البيج عشان تمشي، والبيضه ممكن ابقى اشيلها للصيف ان شاء الله. دلوقتي بقى في بقاوي حاجات كده عايزه اجيبها في الشوبنج ليست بتاعتي، بس يعني مخليها للاخر. يعني لو جبت الحاجات دي فعليا وجبتها بالكواليتي اللي انا عايزاها ونفس الاشكال اللي انا عايزاها، فكده لك الحمد يا رب، يعني الحمد لله. والباقي ابقى اكمله بعدين، او مثلا بكمله الشتاء اللي جاي عادي، لان بنى الدولاب ده بياخد وقت. يعني انا لحد الان ده تاني شتاء ليا بحاول ابني الدولاب. حاجات من ضمن اللي انا هبيعها دي كنت جايباها الشتاء اللي فات ومش محتاجاها دلوقتي، ان انا مش حاسه ان هي رايقه مع الدولاب بتاعي، مش حاسه ان هي رايقه مع الستايل بتاعي. فالموضوع بياخد وقت براحتنا جدا عادي يعني. الحاجات دي بقى من ضمنها الست على بعض، عايزه اجيب ست زي دي كده تكون على بعضيها، بس تكون رايقه مع الشيب بتاعي. ممكن مثلا حاجه اللي هي تكون كروب والبنطلون هاي ويست، حاسه ان دي هتبقى احلى عليا، وهتبقى حلوه على الترنش، هتبقى حلوه على بالطو، حاجه عمليه يعني وكده. بس انا عموما عشان انا حاليا ماليش في السويتشيرتات قوي والهوديز، من كتر ما لبستها وانا في سن المراهقه، فدلوقتي مش بحس ان هي حاجه ان انا احبها. يعني انا افضل ان انا البس بلوفرات وكده، بحس انها اشيك واقيم بالنسبه لي كشخص. برضو عايزه اجيب هودي، بس يكون مثلا في حاجه مختلفه، كلمه مختلفه، طباعه مختلفه، اي شيء مختلف كده، حاسين ان انا عندي حاجه مختلفه عن الناس بتلبسها. عايزه اجيب زي ما قلت لكم سويتر فيست. انا بحس ان السويتر فيست بالنسبه لي حلو قوي، بحب البسه وبحسه اضافه للطقم اللي انا لابساه. فعايزه اشتري واحد. شفت واحد في محل بتاع مستعمل، كان قيم قوي، شكله حلو وبيش كده، وفي من هنا جملي كده وتشانكي شويه كده، وشكله قيم. بس كان داخل على 300 جنيه، وانا 300 جنيه بالنسبه لسويتر فيست بالنسبه لي غالي صراحه، فما جبتهوش. قلت خليها اخر الشتاء، ممكن اجيب حاجه كويسه بسعر اقل. عايزه اجيب جيبه برضك مشجره، بس تكون تشجيرتها رقيقه وعلى اسود، زي الجيبات بتاعت شي ان دي كده. بفكر افصل واحده. اخر حاجه بقى تشانكي بوتس زي دي كده، عشان حاسه ان هي هتكون حلوه، بس عايزه اجيب حاجه تكون رقبتها قصيره قوي، ما تكونش طويله قوي، علشان ما تاكلش من حجم رجلي، لان انا الجزء اللي عندي من بعد الركبه ده صغنن جدا وقصير، فلما بلبس حاجه كده بتخلي رجلي تختفي. فمحتاجه اجيب حاجه بطول معين يعني، فيا لقيتها يا ما لقيتهاش، انا حاسه. بس كده القايمه صغنطوطه خالص 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 زي ما احنا شايفين كده. انا ناقصها شويه اكسسوارات كده صغننه، زي مثلا تشانكي سكارف يكون بيج، او يكون جملي، او يكون باب كلر احمر بقى اخضر، حاجه كده تمشي مع الالوانات اللي عندي. اضافه ملونه، وشويه بقى طواقي عشان انا بحب الطواقي قوي. وكل الطواقي اللي كانت عندي من فتره سجلت عليا ان انا كان شعري واقع خالص، كان ربعه تقريبا. دلوقتي كلها مش بتلبسني، فمحتاجه بقى باكت هات، محتاجه مثلا طاقيه من اللي هي بتاعت البحاره دي، هنزل لكم الصوره بتاعتها برضو. عايزه اجيب واحده قوي، حاسه تبقى حلوه قوي بالنسبه لي. وبينيز، علشان انا اللي عندي فيهم قطاقيط كده من هنا، فعايزه حاجه اللي هي تكون ساده، عشان لو هلبسها على قطع كلاسيك تكون حلوه. بس كده اكيد مش هشترك الصور عشان انا اصلا شغاله فيها وبعملها، فمش محتاجه ان انا اجددها. انا مجددها كل فتره، كل ما بعمل حاجه باخد البس منها. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وبرده تقدروا ان انتوا تطبقوا الموضوع على دولابكم دلوقتي، بما ان احنا لسه في فتره الخريف ومش كلنا تقريبا لبسنا الشتوي فعليا. فتقدروا تعملوا جرد لدولابكم وتشوفوا القطع اللي مش محتاجينها، وتجربوا ان انتوا تبيعوها، تعرضوها مثلا ممكن برضك على الماركت بليس لو عندكم حاجات اللي هي كويسه والكواليتي بتاعتها كويسه، فتقدروا برضك تعرضوها هناك. في ناس ياما جدا بتشتري سكند هاند من هناك. برضك تعرضوها على درزة. برضك هشوف انا هدور لو لقيت لكم اي برامج زي كده برضك وانا جربتها، هنزل لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. بعد ما تعملوا الموضوع ده تعملوا شوبنج ليست وتخلوها ويش ليست زي ما انا بعمل كده. الموضوع ده حلو في ان انا ببقى مركزه دايما وانا نازله، ودماغي عارفه ان انا في حاجات معينه لازم اجيبها الاول لانها ضروريه وهتكمل دولابي، وبعدين الحاجات اللي انا محتاجاها اللي هو من باب زياده الخير خيرين وكده.
فبيبقى الموضوع مترتب اولويات احسن من ان انا انزل اشتري كده هلهلي زي ما بيقولوا كده، ان انا اجيب دي عشان حلوه ودي عشان جميله ودي عشان ترند وهكذا. فالموضوع يوسع معايا والاقي الدولاب بقى ايه، سمك لبن تمر هندي وكده. بس كده، باي.